على طريقة زمان وبثلاث مكونات برك اروحوا نديروا رفيس تونسي على الطريقة الاصلية ونتفكروا بنت زمان. وليت نشوفهم دركا يزيدوا بزاف مكونات وهو بنتو في بساطته. اولا عندي سميد يكون متوسط نحمصه مليح في مقله حتى ياخذ اللون الذهبي، ومن جهه لازم تستعملوا زبده تكون بنينه. انا نستعمل ستار اللي هي مزيج بين الزبده ولا مارغرين، هكا تمد بنه هايله للرفيس نتاعي. والمكون الثالث هو التمر اللي كنت عجنته بين يديا ما رحيتوش، لازم هكا نفرغ عليه السميد وهو سخون ونبدا نطري فيه بهذاك السميد، ومن بعد نجمعه بالستار اللي كان ذابت، ونبقى نجمع في هذاك العجين بين يديا حتى نتحصل على عجينه طريه كيما راكم تشوفوا. ديروها شويه طريه باسكو كيما على بالكم الرفيس التونسي كل ما يطول كل ما ينشف، ومن بعد تحطوه بين دو ساشي وافتحوه بيديكم على سمك يكون متوسط، قطعوه بكوبات شكل معينات كيما تاع بكري، وهكا الرفيس التونسي تاعي ولا الكعبوش ولا طمينه الغرس راهو واجد. قولوا لي نتوما كيفاش تسميوه في المنطقه تاعكم والواش ديروه. حنا نديروه لحنه العروس ولا النافس ومليح ثاني لولاد صغار باسكو صحي وهذا ما كان.